السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اتمنى يا رب يكون فيديوهاتنا المتواضعة بتعجبكم، واتمنى يا رب دايما تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل فيديو جميل جدا ومفيد وكله حاجات حلوة ان شاء الله. هنعمل البليلة بالكاستر. انا ما شفتش حد عمل كده قبل كده، بس ان شاء الله الطريقة دي هتعجبكم جدا، وهتلاقوها سهلة وبسيطة وجميلة ومغذية وفيها كل حاجة حلوة. تعالوا نشوف الفيديو، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم منا كل جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم احلى الاكلات في مطبخ حور ونور. احنا النهارده باذن الله هنعمل وصفة البليلة بس بطريقة مختلفة. احنا عارفين البليلة حاجة وصفة مصرية، فيها فوائد كتيرة للجسم. الغلة والنشا واللبن، كلها حاجات، والمكسرات كلها حاجات مفيدة للجسم. ان شاء الله هنعمل البليلة بطريقة سهلة جدا وبسيطة على طريقتي انا. ان شاء الله هتعجبكم الطريقه، طريقه مختلفه بس جميله جدا باذن الله. ان شاء الله هتعجبكم. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونبدا. انا معايا البله بتاعتي عباره عن غله. شايفين الغله دي غله جافه، ودي غله مغسوله كويس جدا ومنقوعه من ليله امبارح من بالليل. تمام. شايفين حجم الحبايه تضاعف. تمام. والحبايه بدات تلين معايا شويه. تمام. الغله ديت انا غسلاها كويس جدا. دلوقتي انا هاخدها على البوتاجاز اغليها، يعني اسلقها تستوي معايا الغله. تمام. هحطها على البوتاجاز تنسلق ونرجع مع بعض ان شاء الله نشوف طريقه شكلها. ان شاء الله هتعجبكم، خليكم معايا. غسلنا الغله بتاعتنا مره تانية وحطيناها في حله كبيره شويه، حطيناها على البوتاجاز تغلي، نحط مع الميه معلقتين سكر عشان هي تبقى الغله بتاعتنا مش عادبه قوي، طعمها مسكر شويه. هستنى تغلي لحد ما تستوي. هنا دلوقتي انا معايا اربع كوبايات لبن. تمام. لكل كوبايه معلقه كاستر من ده. تمام. انا معايا 4 كوبايات، هحط 3 على الغله بعد ما تستوي كويس، واخلي واحده احط عليها ال4 معالق نشا او كاستر. تمام. كاستر. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ما فيش عايزه تحط نشا عاديه هحط عادي خالص. بسم الله. لان هدوب الكاستر على البارد عشان ما احطوش سخن. اللبن سخن يكلكع منه، انما لما تدوبيه على البارد بتبقى جميله معاكي والقوام بتاعها بيبقى حلو ان شاء الله. خلاص الغله بتاعتنا استوت. شايفين ما شاء الله استوت وشربت الميه اللي احنا كنا شايفين الحبه قد ايه. استوى خالص اهوت. هبدا دلوقتي احط اللبن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هدوب بقى الكاستر بتاعنا او النشا. لو مش حابه تحطي كاستر هندوبه ونحطه عليه عقبال ما يسخن، ونستمر في التقليب كويس جدا لحد ما القوام يبقى مناسب. انا حليت البليله بتاعتنا. التحليه حسب الرغبه. انا حطيت كوبايه ونص سكر. تمام. معايا الفانيليا ده اساسي، او اي حاجه انت حابه تحطيها. فانيليا، ريحه جوز الهند، ميه ورد، اي حاجه ريحه حلوه انت عايزه تحطيها حطيها انت وذوقك انت، وزي ما انت عايزه والريحه اللي تعجبك. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. احط الكاستر بتاعي اللي انا مدوباه كويس جدا، واقلب بقى باستمرار لحد ما القوام بتاعي يتقل كده، والبليله بتاع القوام بتاعها يبقى تقيل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللون طبعا اصفر كويس، بس القمر هي اللي فاتحه. بسم الله. اقلب بقى لحد ما القوام يتقل معايا. خلاص القوام تقل معايا القوام المناسب. طبعا هيتقل اكتر من كده في الاطباق. شايفين ما شاء الله. خلاص كده هطفي عليها وابدا اصبها في الاطباق بتاعتي. خلاص انا صبيت البليله بتاعتنا. شايفين بسم الله ما شاء الله حاجه مغذيه جدا، وفي الشتاء ممكن تاكلي منها بالليل تشبعك،
مشبعة جدا وجميلة وللأطفال مغذية ومشبعة. هنبدأ دلوقتي نحط شوية أي مكسرات عندك حطيها. أنا عندي جوز الهند، عندي مكسرات باقية، عندي لوز وكاجو وحاجات يعني باقية عندي، مش جايباها مخصوص ولا حاجة. تمام. اتمنى لو وصلتوا معانا للنقطة دي ما تنسوناش في اللايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم منا كل جديد بإذن الله. واشوفكم على خير في فيديو قادم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.